مراهيف الطحين 7 الحبوب، مناسب للي فيهم مرض السكر والقيلون وللحمية. بالخلاط بصلة مطحونة مفرومة مع موية ودبس التمر بدل السكر. حطيت بالزبدية بيضتين وزيت زيتون وملعقتين زبادي وملعقة بيكنج بودر صغيرة بعد ما أحط الطحين. طبعا بديل الخبز صحي يا بنات، يجنن يجنن. وكذا ضبطت القوام، وهذا القوام المطلوب يا بنات. شوفوا كيف خفيفة لا تصير ثقيلة. وكذا سخنت الصاجة وكذا بحمية وحطيت سميرة ذرة بسيطة وكزبرة وبقدونس، تجنن يصير طعمه يا بنات، مالحة وحلوة. ونقطة زيت زيتون وعلى الصاجة علشان ما يلزق إذا سويتي المراهيف. وندهنهم بالريشة وبسم الله ويلا نصببهم يا بنات. وطعم الطحين كأنه طحين عادي بر يا بنات، ما تفرقون عن الطحين حرفيا، ما تاخذ وقت منكم يا بنات، 5 دقائق إلى 10 دقائق وانتي مخلصة. شوفوا شلون التقمير واللون يجنن. وعلينا يا بنات وعليكم بالعافية.